بسم الله الرحمن الرحيم. معانا التلفزيون. التلفزيون دوت بيدي ضوء، بينور اخضر بس ما بيجيبش صورة معانا. مع اهو بينور اخضر بس ما في صورة، في صوت بس ما في صورة. بنشوفه مشكلته ايه، هنفكه وهنعرف مشكلته ايه. اهو بينور معانا اخضر، صورة ما فيش. فكينا الجهاز. في السريع كده هنتعرف على البورد. دي كارت الانترنت. طبعا التلفزيون ده بيشتغل واي فاي. ده كارت الانترنت، وده الانتنة بتاعت الانترنت، بيشتغل واي فاي وبيشتغل ايثرنت. في هنا مدخل الايثرنت. هذا الهارد ديسك بتسجل عليه اللي انت عايزه. كارت الباور، كارت المين بورد او اللوجيكال بورد او السيجنال بورد اللي بيسموه السيجنال عشان بيطلع من الاشارات بتاعت الصوت والصورة. هنا هو عندك كارت التيكون، ده المسؤول عن الصورة. الكارت ده مهم. عندك كارت الانفرتر اللي هو خلاص كده. طالما جالك التلفزيون يا جماعة، طالما جالك التلفزيون مفهوش صورة، واللمبة الخضراء منورة، كل حاجة سليمة عندك، الباور سليم، ما عندكش أي مشكلة، ادخل على كارت الانفرتر اللي بيغذي اللمبة او بغاز ال LED حسب التلفزيون ما يكون شغال معاك، يا LED يا لمبة. خش عليه وشوف التغذية بتاعته، هل في تغذية ولا لأ. لو في تغذية واصلة شوف البورد، ممكن البورد يكون خربان او شيء في البورد هو الخربان. ده كارت يكون هفكه هفرجكوا عليه. فكيت الجهاز. طبعا زي ما قلت المشكلة في الكارت الانفرتر. لو بصينا هنا على الكارت هتلاقي فيوز التيكون اهوت محروق، وادي المكثف دوت زي ما احنا شايفين دوت اهو. طبعا هنشوف لو قست الفيوز هتلاقيه اوبن. ف هنشوف طبعا هي دي المشكلة. هنضطر نغير المكثفات ونعمل نوصل السلك على الفيوز، سلك رفيع، ونشغل ان شاء الله الجهاز ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. احنا فكينا الثلاث مكثفات اللي كانت راكبة هنا اهمت، فكيتهم اهو. طبعا دوت لما تلاقي المكثف عامل كده معنى كده ان في حرارة زيادة. طالما عمل كده معاك معنى كده ان في حرارة زيادة. طبعا القيمة بتاعتهم 680 25 فولت. طبعا طالما عمل كده معاك هو المكثف بيسخن، تنتبه للنقطة دي كويس. طبعا هيقيس المكثفات اهو، الموجب مع الموجب، السالب مع السالب، طبعا نخليهم بعيد عن بعض. اوبن، مكثف عامل اوبن اهوت. طب المكثف التاني اللي هو دوت نفس القصة اهوت. القيمة بتاعته 680، قيمته 680 25. المكثفات دي كده خربانة عاوزة تتغير. والفيوز عاوز، طبعا الفيوز ده مش هتلاقي منه، فبتضطر تعمل له جامبر او سلكة، بس السلكة تكون رفيعة في الاول. طبعا السلكة في الاول اول شغلك بتكون رفيعة جدا، بحيث ان انت لو قدر الله لو في مشكلة السلكة بتضرب متحرقلكش حاجة. لما تشغل الجهاز كويس ويقوم كويس تحاول تبقى تغير السلكة، تخنها شوية تخليها تخينة شوية. غيرنا المكثفات، 3 مكثفات دول اتغيروا، والفيوز اتشعر، حطيت له شعرة. طبعا 3 مكثفات دول اتحط فولت اعلى، طبعا لان الفيوز زي ما احنا التاني كان شايفينه عاملين من الحرارة. ده 25 فولت
انا حطيت 50 فولت، مفيش مشكلة. 680 25 فولت، حطيت اعلى 50 فولت، مفيش مشكلة. ونفس هو نفس المايكرو 680 عشان يستحمل الحرارة ويستحمل الفولت. يعني المكثفات. وبعد الفيوز اتشعر تشعير بسيط جدا حين التجربة. التلفزيون اشتغل كويس معايا، بشعره تشعيرة تقيلة شوية. طبعا شعرت تشعيرة خفيفة في الأول لا قدر الله، عشان لو في حاجة بيضرب الفيوز على طول. في أي شغل يجيلك فيوز ضرب لازم تشعر الأول تشعير خفيف جدا، بحيث لو قدر الله في حاجة الفيوز يضرب. طبعا زي ما احنا شايفين اللمبة دي منورة، ادي اللمبة دي منورة اهي، منورة الحمد لله. الجهاز اشتغل مفيش أدنى مشكلة فيه. التلفزيون معانا بعد ما يتصلح. دورت زي ما احنا شايفين. زي ما قلنا في الأول، طالما جالك عاطي أخضر بيشتغل، الليد بينور أخضر بس مفيش صورة، يبقى تخش على كارت انفرتر على طول تشتغل فيه إن شاء الله، وتقيس ال12 بتوعه وتقيس المكثفات والفيوز. أول ما يجيلك عاطي أحمر في الأول، بعد كده يديك أخضر، نور أخضر زي ما وقعت هنا بس مفيش صورة والشاشة سودا، اعرف على طول إن كارت الانفرتر فيه حاجة. شكرا ودعواتكم لينا.